ماذا فعل الحوثي من حين دخوله إلى صنعاء؟ هل حقق الأمن والأمان كما يزعمون؟ أما كفاهم يكذبون كما يتنفسون؟ لماذا كل هذه العنجهية؟ لماذا هكذا يقتلون الشعب اليمني بدون أي رحمة؟ بالمقابل، هل المقاومة الشعبية الآن حققت أشياء على أرض الواقع؟ هل انتصرت عدن وتعز ودافعت عن أرضها وعرضها؟ لماذا لا يقف الشعب كله صفا واحد لمقاتلة هؤلاء المبوس الخونة؟ وقبل أن أبدأ بالبرنامج أنتقل إلى التصويت. هل الحوثيون هم سبب دمار اليمن؟ 100% إلا ربع نفر نعم، ربع نفر اللي هو القيرعي لا. أرحب بضيوفي في البرنامج من صنعاء الخبير في شؤون السب والتعاير الأستاذ القيرعي، والأستاذ حنبوش الخبير في شؤون المقاومة الشعبية. أهلا بكم. أبدأ أولا بصنعاء الأستاذ القيرعي، ماذا تسمي هذا الدمار الذي يفعله الحوثيون في الأبرياء اليمنيين؟ وهل كل الشعب اليمني هو داعش كما تسمونه؟ ما يحدث في اليمن هو تطهير الدواعش والقاعدة، وهم من قلبوا لنا أمريكا وإسرائيل. حتى الأطفال الصغار يعتبرون دواعش. سوف تفكس البيضة ويطلع منها داعشي صغير كيو كيو، لابد أن نقتله حتى ولو كان في بطن أمه. بني إيري اقتلوهم اقتلوهم، لا تتركوا منهم أحد. بماذا ترد عن كلامه أستاذ حنبوش؟ الزلمة يقول لك إن كل الأطفال في اليمن دواعش وهي بيض سوف تفقش، رد عليه. أولا، هذا القيرعي لا يعبر عن الشعب اليمني، إنما يعبر عن نفسه. أما الشعب اليمني فكله مقاومة في الميادين، ونحن الآن نسطر أكبر البطولات وسوف نطهر هؤلاء. إن الحوثي هو مجرد مايكروفون لتكبير صوت إيران في اليمن، لكنه لن يفلح، وسوف نطهرهم وستكون اليمن دولة مدنية حرة لن يحكمها أي طائفي. أستاذ القيرعي، الزلمة يقول لك إنه يطهروكم الآن في كل الميادين، والمقاومة الشعبية لكم بالمرصاد، وإنه أنتم فقط مجرد ميكروفون لتكبير إيران. ماذا ترد عليه؟ أولا، هذا هو مجرد عميل مدسوس يتحدث باسم المقاومة. أي مقاومة شعبية تتحدثون عنها؟ وأي انتصارات؟ أنتم مجرد أنا أنيك عاركم أنتم البرنامج حقك. نحن من سنعيش في اليمن. اليمن تبعنا نحن والحوثيين. الشعب اليمني يخرج من اليمن، عليه أن يخرج من اليمن، فهو لا يستحق اليمن، لا يستحق أن يعيش في اليمن أبدا. أنيك عاركم، يلا انشروا. يا زلمة، مالك من أمريكا ومالك من إسرائيل؟ الراجل مسح بك الأرض وبيقول لك إن المقاومة الشعبية انتصرت على الأرض، وانتوا قاعدين تتكلموا على أمريكا وإسرائيل. أولا أنت يا شيلة حاشم مالكش دخل فينا، أنت مجوسي. أنت عارف أنا خريج جامعة هوفاني هوف، شلني شول مش عليا يا حبيبي. أولا هذا اللي جاي يتفلسف ويقتل يقتل اليمنيين ويفسد، سوف نطهرهم. لو هو راجل يواجهنا في المعارك، يواجهنا في الميدان وجها لوجه، سوف نطهرهم هو والمقاومة الشعبية تبعه. أستاذ حنبوش، الزلمة بيقول لك إنه هو موجود بالميدان، لو أنت راجل انزل على الميدان، رد عليه. نحن موجودون في الميادين ولا نمتلك سوى سلاح الكلاشينكوف، لكنهم يمتلكون الأسلحة الثقيلة ويقصفوننا قصف عشوائي. كما قال زعيمهم: دمروا كل ما هو جميل. لا يهمهم من قتل، من استشهد. يقتلون الأطفال، الأبرياء، كل شيء، كل ما هو جميل، يدمرون كل ما هو جميل. المقيرعي أو القيرعي هو يرد عليك ويقول لك انتوا تدمروا كل ما هو جميل، انتوا مأمورين. انت فقط رد عليه على نفس الموضوع، لا تصب، لا تدخل بالمطابخ مثل ما قلت. وانا قاعد السماعة، وانا قاعد الميكروفون، قريب من الميكروفون، انا قاعد السماعة. انك عارف السماعة، شو السماعة؟ هذول مخانيث، انا انك عارهم. انتم لا تريدون نقاش، لا تريدون نقاش. أنتم تناقشون فقط عن مقاومة شعبية وهمية. أنتم حثالة، مجرد حثالة. روحوا نياك عاركم. المطابخ حقكم أنا بشقدف أبوها، أنا بكسرها، أنا دائما كذا. أنا خريج جامعة السب والتعاير. خلوكم لا تناقشوني. إذا المقيرعي ينسحب من البرنامج. هذه هي ثقافتهم، هذه الثقافة يريدون أن يوصلونها لكل أبناء اليمن. هذا النموذج كنموذج المقيرعي هو
من كبارهم. هل هؤلاء يستطيعون أن يحكمون بلاد؟ هل يستطيعون أن يديرون شؤون الدولة؟ كلمة أخيرة تريد أن تقولها أستاذ حنبوش وباختصار. فقط ما أريد أن أقوله أننا فعلا وحتما منتصرون، والمقاومة الشعبية هي ثابتة على أرض المواجهة، وسوف ننتصر. سوف تنتصر عدن، سوف تنتصر تعز، سوف تنتصر الضالع وشبوة ومارب ولحج وكل المناطق التي تتواجد فيها المقاومة، وستعلمون. شكرا أستاذ حنبوش، ويلعن شرفك أستاذ مقيرعي. كان معكم شيلح حاشم من قناة العشيرة، والسلام عليكم ورحمة الله.